اغلبيه ديال الاخوان مازال تيتواصلوا معايا في مشكل ديال المناعه، كيقول لك طاحت لي المناعه وما بغاتش تطلع. ملي كتواصل يعني ملي كتبقى دي وتجي معاه في الهضره، يعني كتلقى محارب السرطان مدخل راسو في دوامات، ماشي في دوامه ديال المشاكل، في دوامات ديال السهر، في دوامات اللي ما غادي يفيدوه بحتى شي حاجه. انا الاخوان غنعاود نقول لكم واحد النصيحه في سبيل الله، ركز على العلاج ديالك. راه هادوك المشاكل اللي كتجري من وراهم كي كانوا ديالك كي ما كانوش ديالك، راه ما غادي يفيدوك بوالو. انت دابا في مرحله العلاج، يعني شنو خاصك دير؟ خاصك تعاون داك الطبيب ولا داك العشاب اللي انت معاه، خاصك تعاونوا بحاجه واحده، هو تحافظ على المناعه ديالك طالعه. كيفاش غتحافظ المناعه ديالك طالعه؟ سهله، نعس في الوقت، نبعد من المشاكل الدنيويه. انا ما سوقيش حتى دوك الناس كيف قلت لكم، دوك الناس اللي عايشين مع المريض، الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش تشاركوا اي حاجه، اي مشكل تجيو تبارطاجيوه قدام المريض. هذا راه سبب من الاسباب اللي كتخلي محارب السرطان ما يتعالجش. يعني نبعد راسي من المشاكل، نركز على الاكل الصحي، داك الشيء اللي قديت عليه. انا الاغلبيه ديال الاخوان كيقولوا لي راه من بعد الحصه راه كتمشي لينا الشهيه. انا عارف هادشي، كل داكشي اللي قديتي عليه ما كتبقاش قادر تبلع، وعارف هادشي راه ندوزو، ولكن نشربوا الماء باش ما يضروش لنا الكلاوين، ناكلوا داكشي اللي قسم الله اللي قدينا عليه. والاهم في هادشي كامل هو نخويو ريوسنا، يعني نخوي راسنا من اي مشكل، من اي واحد غادي يجي غيبرزطني بشي حاجه ما عندي ما ندير به. حيت المناعه الاخوان، تاكل داكشي اللي قديتي عليه وتشرب الماء مزيان. السهر ممنوع، ما نسهرش بزاف. التليفون بزاف ممنوع، نبعد منه بصفه عامه. اي واحد غيجي غيطيح ليا المورال ممنوع. الله يجازيكم بخير الاخوان، لما ركزوا في العلاج ديالكم. راه ملي كطيح لك المناعه المره الاولى وكتمشي كدير التحاليل وكتعاود ترجع بسيمانه اولا يعني باسبوع اولا ب 15 يوم كتعاود ترجع المناعه طايحه، كتعاود ترجع المناعه طايحه. المشكل راه ماشي في الشيميو، راه كيطيح المناعه، الكيماوي راه معروف تيطيح المناعه، ولكن ماشي حتى لهاد الدرجه. ملي كتبان لك المناعه ديالك طايحه لواحد المده كبيره، راه المشكل فيك انت ما عارفش تنظم راسك، ما عارفش تتحكم في داك الشيء اللي كدير، بحال التليفون، بحال نفكر في داك التفكير الزايد. ما باش غيفيدنا دابا في الاول؟ اشنو جاب لنا هذا المرض هذا من غير التفكير الزايد وهاد المشاكل؟ لهذا الاخوان الله يجازيكم بخير، لما نعس في الوقت، كل ماكله مزيانه، بعد من المشاكل، ركز في العلاج، تعالج. وملي تولي عندك صحيحتك حل المشاكل، نسى الخدمه، نسى اي حاجه. المهم في الاول وفي الاخر ركز في العلاج ديالك الا كنتي بغيتي تسالي هاد المحنه. حيت راه الاخوان الاغلبيه عارفين ملي كتبقى طايحه لك المناعه واحد المده، راه الطبيب يعني كيعطيك وصفه ديال دير واحد الابر ديال المناعه. هذوك الابر ديال المناعه راه صعابه الاخوان شويه، هما راه كيعاونوا كيطلعوا المناعه، ولكن راه كيكرفسوا. الناس اللي كيداوموهم راه كيولي عندهم الالم في الرجلين، تغزاز. من بعد العالم الله شنو هما العواقب والاثار الجانبيه اللي كيخليو. لهذا الاخوان الله يجازيكم بخير، لما ركزوا خلي راسك مرتاح. انت دابا في واحد الفتره ديال تريح مع راسك وطلب الله سبحانه وتعالى، والاخطاء اللي كنتي كدير تحاول تصلحهم، وان شاء الله يكون غير الخير. يلا السلام عليكم، والله يشافي جميع مرضى المسلمين. السلام عليكم.